السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير قوي قوي، وراجعه لكم بقى بوصفة في اليومين الساقعة دول بكوباية شاي كده هتدفينا وتدينا بقى شوية نشاط وطاقة في الجو البرد ده. هي كيكة تفاح بالقرفة، طبعا لعشاق القرفة يعشقوها جدا، حتى اللي ما بيحبش القرفة في الوصفة دي هيحبها جدا. بصوا هي هشة طبعا ازاي، والصوص طبعا تحفة. الصوص بتاع التفاح هتعجبكم قوي ان شاء الله. اول حاجه هنعمل الكراميل اللي هو يتحط في الصينيه. كوبايه سكر ونديها معلقتين ميه كده، حاجه بسيطه. وطبعا الكراميل انتوا عارفينه ما بنجيش جنبه بمعلقه ونقعد نهزه كده، نهز بالراحه بالراحه. الميه بتسرع من ان هو يتكرمل بسرعه. وبعد ما تكرمل بقى باللون اللي حلو الجميل ده، بس خلي بالك اوعي يطرطش ولا تتلسع، احسن لسعته ربنا يحفظنا. بعد ما كرمل بقى لونه جميل، رحت حط عليه معلقه زبده، واول ما غلي كده رحت مدياله كوبايه لبن، بس يفضل انها تكون دافيه. وحتى لو هي اللبن بارد وكلكع منك شويه ما تخافيش، ما بصي ولا حاجه. افضلي قلبي لحد ما يدوب كله كده في قلب بعضه ويغلي، خلاص بقى احلى كراميل. احنا احتاجنا في الوصفه دي تفاحتين، نقشرها الاول وبعد كده نقطعها جوانح زي ما حضرتك شايفه كده. تتقطع جوانح علشان احنا هنرص كل دوت في قاع الصينيه اللي احنا هنعمل فيها الكيك. انا بوريك الاول ازاي ان احنا هنعمل الكراميل ونرص التفاح، وبعد كده نعمل بقى الكيك. وبعدين رشيت عليها معلقه قرفه وعليها معلقه سكر، ورحت منزله رشيت على التفاح، ورحت منزله بقى الكراميل اللي انا عاملاه. دي صينيه مقاس 22، انا بطنت الصينيه بسمنه بسيط ودقيق بسيط كده زي اي صينيه عاديه، ورحت نازله بالكراميل، ورحت رصه التفاح زي ما حضرتك شايفه كده. لفيت الصينيه كلها بشكل جميل كده، وايه عشان هيبقى لما تتقلب الصينيه تبقى شكلها تعجبكم قوي ان شاء الله. لفيت الصينيه كلها زي ما انت شايفه كده. وطبعا حكايه الجوانح بتديني الشكل الحلو دوت، هتبص تلاقيه وما تبقاش الشرايح لا سميكه قوي ولا رفيعه. عشان كده حتى انا بقولك ما بنحتاجش تفاح كتير. وبعدين جيت في النص ورحت لفتها كده، يعني انا لفتها جوانح وبعدين في النص ورحت لفها زي دايره، ومليت كل الدايره بتاعت الصينيه. فاض معايا شويه تفاح، رحت انا بقى عامله تركه كده هتعجبك. اديت رشيت عليها برضو قرفة وسكر، وهنحطها في نص الصينية. هنشوف مقادير بقى الكيك: كوباية دقيق، وربع كوباية نشا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، وبيضتين وفانيليا، ونص كوباية سكر، وكوباية الا ربع لبن، ونص كوباية زيت. وطبعا دول التفاحتين اللي انا قطعتهم في الصينية. انا بس بوريكي المقادير كاملة. دي انا التفاحتين دول احتاجتهم بس في تزيين الصينيه. ونسيت اقولك ان في معلقه خل كبيره. معلقه الخل الكبيره دي انا دلقتها على اللبن الاول قبل ما اضرب البيض عشان يقطع كده وبيدي هشاشه تحفه. في كبه بقى بمضرب اللي انت عاوزاه، حطيت البيضتين وعليهم ذره ملح والفانيليا. بعد ما اتضربوا كده يعني ولونه مفتح شويه، رحت نازله عليهم باللبن اللي هو قطع كده زي الزبادي بالخل، وبعدين نص الزيت، وبس رديتهم ضربه كلها بسيطه كده مع بعض. في طبق بقى رحت حاطه المكونات الجافه اللي هي كوبايه دقيق وربع نشا ومعلقه كبيره بيكنج باودر ونص معلقه صغيره بيكنج صودا، ورحت نازله عليه بالخليط اللي انا ضربته في الكبه. او زي ما قلت لك بتعمليها بمضرب، هي سهله جدا، مضرب يدوي اللي يعجبك. وبعدين قلبت بالراحه بسيط، وشفت القوام بتاعها بيبقى يعني تقيل سنه كده، مش خفيف قوي زي الكيك التاني، هو تقيل سنه كده، يعني ايه اتقل من الكيك التاني حاجه بسيطه. ورحت نازله بنص الكميه. والتركه اللي قلت لك عليها تعجبك قوي، ان انا بواقي تفاح فاض مني، حطيت عليه سكر وقرفه كده ورحت حطاه في نص الكيكه، وبعدين نزلت ببقية الخليط.
طبعا ادى طعم جميل جدا من جوه الكيكه. وحاولت اغطي على قد ما اقدر يعني بقيه الخليط بس، واروح خبطه الصينيه. طبعا ده العادي في كل كيكه، انتوا عارفين طبعا ان احنا الاول نظبط الصينيه كده وبعدين نديها خبطتين على الرخامه كده بسيط. وعلى فرن 180 درجه في الرف الاوسط. بتاخد يعني فتره قليله، يعني انا بختبرها كده بعد نص ساعه بالخله. وبعد كده بعد ما طلعت رحت قلبها بالشكل الجميل زي ما انت شايفاها كده على شبكه. قلبتها على شبكه بتتقلب بمنتهى السهوله. وبعد كده قطعت منها. بص هي الاول شكلها بصراحه تحفه، هتعجبكم أوي ان شاء الله. وطعم بقى التفاح بالقرفه بالكيكه تحفه، والهشاشه بتاعتها روعه ان شاء الله. هتدعولي ويا ريت اوعوا تنسوا بقى وانت بتتفرجي عليا كده وتدوقي دعوه حلوه واللايك واشتراكاتكم. وبجد انتوا وحشتوني جدا، وتعليق جميل زيكم كده اللي بيفرحني. ما تنسوش اللايك والاشتراك. اترككم في رعاية الله.